شايفين اللحمه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. اللحمه دابت بعد 4 ساعات، بقت عامله زي الزبده بالظبط. هو ده يا جماعه ان شاء الله بامر الله الفيديو بتاعنا النهارده، طريقه الطبخ العربي. احلى طبعا طبخ ممكن تاكلوه في حياتكم بعد طبعا المندي هو الطبخ العربي، لان اللحمه يا جماعه بتبقى بصوا دايبه كده، بصوا زي الكريم شانتيه بالظبط. حاجه دايبه كده، وحاجه بسم الله ما شاء الله جوسي، وحاجه ريحه وطعم ولون. طبعا في الفيديو ده هنقدم معاكم طريقه الطبخ العربي مع البهارات بتاعتنا ان شاء الله بامر الله. تابعونا للنهايه. اول شيء عندي بنزل فرشه بصل كده الاول، بس الديش بتاعتي اهم حاجه يكون غويط علشان خاطر الخرفان بتحب طبعا الميه الغزيره. بعد كده بنزل، بعد ما نزلت فرشه البصل بنزل البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عباره عن ورق غار، كزبره مجففه، فلفل اسود، عندي ثوم اللي هو المجفف، وعندي ورق غار، وعندي طبعا عيدان الجرفه، وعندي الجنزبيل المجفف، وعندي اكليل الجبل، وعندي طبعا حبهان. وده خطوه مهمه، الحبهان لازم يعني في تسويه الخرفان العربي. وطبعا اللهم صل على حضره النبي، ما تنسوش طبعا تذكروا الله وتصلوا على النبي كده. وبعد كده بنبدا نفتح، اهم حاجه التفتيح دون علشان خاطر ما يكونش طبعا في اماكن مش مستويه. اهم حاجه التفتيح ده خطوه مهمه. باجي كده من عند الفخذ وابدا ان انا اخزق كده، وباجي طبعا من عند الضلوع واكسرها. وبعد كده بنزل الخروف بتاعي، ده الخروف المفلطح اول واحد معانا ان شاء الله بامر الله. بعد كده بعد ما نزلت في الصينيه بنزل الخروف اللي هو الخروف الثاني. طبعا لازم العلامه دي، كل خروف هنا برقم. بزود كده شويه بهارات، وبنزل الخروف التاني. بعد طبعا ما فتحناه بنجيب الراس بتاعت الخروف بتستوي معاه طبعا لانها بتاخد سوا جامد. بنبدأ نجيب الراس، خطوة مهمة. الراس طبعا لازم تخش مع الخروف، ما ينفعش تخش مع الاوصال، لان طبعا التسوية المفتح غير طبعا الاوصال. المفتح بياخد 4 ساعات، الاوصال بتاخد 3 ساعات معانا بنفس درجة الحرارة اللي احنا هننزل بيها دلوقتي. هننزل الاوصال بتاعتنا، بس لازم نعدها الاول، لازم كل حاجة بتبقى بعدد. تمام، ببدأ ان انا اعد طبعا الاوصال بتاعتي. طبعا التقطيع زي ما انتم شايفين كده، مفيش مشكلة كبيرة صغيرة. اهم حاجة طبعا ان هي تكون كلها متقطعة في حجم واحد. ما ينفعش طبعا ان انا اكون مقطعها جزء كبير وجزء صغير، ما ينفعش. لازم كلها تكون متقطعة حجم واحد عشان كلها تبقى سوا واحد، ما تكونش في حاجة مستوية وحاجة طبعا مش مستوية. دي خطوة مهمة. لازم طبعا ان انا طبعا بقلب البهارات بتاعتي كده، بديها تقليبة كده تمام، واساوي كده اللحم بتاعي علشان خاطر ما يكونش طبعا فيه فراغات. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللحم طبعا بسم الله ما شاء الله. النعيمي بصراحة بيكون في اللحم حكاية بصراحة. اول حاجة عندي طبعا بسم الله توكلنا على الله. عندي البهارات كركم على كاري، وعندي ملح. بنزل طبقة ملح كده، يعني الخروف هياخد معايا 250 جرام ملح. تاني خروف هياخد معايا برضك 250 جرام ملح، والاوصال هتاخد معايا 300 جرام ملح. يعني الخروفين بالاوصال بتاعتهم هياخدوا معايا 600 جرام ملح، يعني بالظبط كده. يعني الحاجه دي احنا طبعا تيست وعاملين عليها كذا فيديو وكذا طريقه، فالملح معيار يعني شغالين تمام. الاوصال بتاعتنا تمام، نزلنا الملح بتاعنا. باجي بعد كده بجيب شفشق كده فيه ميه، وبنزل طبعا شويه ميه علشان خاطر ابدا طبعا ابخر الملح بتاعي على اللحم زي ما انتم شايفين كده. وبنزل على اوصال كميه ميه برضك نفس الطريقه. بعد كده بنزل الكركم بتاعي حوالي 60 جرام كركم على كل خروف. ودي خطوه مهمه. الكركم مع الكاري بيدي تيست وبيدي طبعا لون الطبخ العربي، ودي خطوه مهمه. وبنزل الاوصال بتاعتي نفس الطريقه. وبعد كده خطوه مهمه ان انا بنزل 100 جرام زيت على كل خروف، وببدا اديله كده تدليكه كده صغيره علشان خاطر اللون يتجانس مع الزيت، وطبعا ياخد اللون بتاعنا ان شاء الله. وكذلك برضك الاوصال بنزل عليها كميه الزيت، يعني بقى الاوصال بتاخد معايا حوالي 150 جرام زيت تمام.
هقول لكم بردك خطوه مهمه، ان انا طبعا لازم اهم شيء الزيت دون، علشان خاطر بياخد معاه طبقه كده كريسبي في الاخر. يعني الجلد ده بتلاقوه بسم الله ما شاء الله، يعني طعمه في الاخر احسن من الخروف كمان. ليه؟ طبعا شويه الزيت اللي انا نزلتهم على الكركم والكاري بيدي معايا طبعا سنه كريسبي كده، بتحس ان انت بتاكل الجلد بتاع الخروف بسم الله ما شاء الله. انا مش عارفه يعني اقول لكم بيبقى طعمه عامل ازاي. اهم شويه الزيت اللي احنا نزلناهم على الاوصال عشان ياخد بردك اللون والطبعه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اللحمه عامله ازاي. بعد طبعا ما نزلنا البهارات، وطبعا البهارات الخشنه دي اهم شيء طبعا مع البصل، لان ده اللي بيدي معايا التيست وبيعلي معايا درجه سوى اللحمه. طبعا البهارات دي بتدي تيست جامد في التسويه بصراحه. حبيت اقول لكم بردك على حاجه، طبعا ازاي انا نعرف الخروف دون، عشان محدش يضحك عليا. مثلا لو انا اشتريت خروف العيد ولا اي شيء، خروف لازم ما يكونش كاسر ولا سن، زي ما انتم شايفين كده من جوه ومن قدام كده. الخروف دون انا بعرفه مثلا ان هو عنده سنه وشهر، سنه وشهرين، ما يكونش كاسر ولا سن. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، خروف ولا كاسر ولا سن، يعني كده بسم الله ما شاء الله، كده حاجه مضمونه. ببدا اغطي المفتح بتاعي اول شيء طبعا بالجزدير، ولازم يتغطى كويس. دي خطوه مهمه جدا جدا علشان خاطر ما يكونش فيه طبعا ما يكونش فيه حروجه من الفرن، لان طبعا سر طبعا من اسرار نجاح التسويه لازم يكون النار عاليه. تمام. غطينا اول خروف، وطبعا ادينا له جزدير كميه طبعا معقوله علشان خاطر ما فيش اي شيء يتحرق مني. بعد كده بخش على الخروف التاني واغطيه نفس طبعا التغطيه الاولانيه. لازم يتغطى كويس اهم شيء، علشان خاطر بحافظ كده على درجه التسويه، ما يكونش فيه اي حاجه محروقه. دي خطوه مهمه. لازم اهم شيء التغطيه باخد بالطول اول شيء، وبعد كده بالعرض زي ما انتم شايفين. بصور لكم كل حاجه علشان خاطر اهم خطوه دي في التسويه لازم اكون مغطي كويس. طبعا كله بيقول لي طبعا انت دلوقتي ما حطيتش ميه ليه؟ طبعا الكميه تقيله، ما ينفعش احط ميه لما ادخل اللحم بتاع الفرن، وبعد كده بندي الميه مع بعض ان شاء الله بامر الله. طبعا زي ما انتم شايفين بحاول ان انا اقفل كويس علشان خاطر ما يكونش فيه اي تسربات او الغاز يعلى مني، النار تكون عاليه. طبعا زي ما انتم شايفين نزلنا الخرفان اهون، ما يكونش طبعا الميه، طبعا بنزل الميه لازم تغطي اللحم الاوصال، ما يكونش طبعا في حاجه تكون باينه، لازم كل اللحمه تكون متغطيه. المفتح ما فيش مشكله، المفتح كل ساعه انا بخش، كل نص ساعه كده، كل ساعه بشوف الميه نقصت بديله كده على ظهره حوالي ربع جاك، علشان خاطر الميه طبعا بتدي معايا طراوه للمفتح، ويفضل معايا اللحم بتاعه جوسي ما ينشفش. وده خطوه مهمه علشان خاطر اللحم ما يبقاش طبعا ناشف في الاخر، لازم يبقى طبعا مستوي سوا مظبوط. وده خطوه مهمه. طبعا الاوصال بتاعتنا خدت الميه وشغلنا النار بسم الله توكلنا على الله. الاوصال هتاخد معانا بالصلاه على النبي 3 ساعات بامر الله تكون مستويه، لان درجه اللحم عندي بسم الله ما شاء الله لحمه طبعا نعيمه، واللحمه النعيمه طبعا بسم الله ما شاء الله عمر سنه وشهرين ما بتاخدش طبعا سوا جامد معانا اللحمه. ايه بسم الله ما شاء الله الميه متغطيه، ودي خطوه مهمه في الاوصال. لازم الاوصال تكون الميه بتاعتها متغطيه، وطبعا الاوصال مش هتاخد معانا ميه تاني الا بعد 3 ساعات. طبعا بعد ساعه ونص زي ما انتم شايفين الخرفان ما شاء الله الميه من بسم الله ما شاء الله بعد طبعا ساعه ونص. تمام. الميه ما شاء الله تبارك الله. تابعونا لاخر النهايه ان شاء الله عند التقليم بامر الله. النار زي ما هي، الخط الثاني ما شاء الله الميه زي ما هي بعد ساعه ونص. طبعا بعد ما فات 4 ساعات معانا زي ما انتم شايفين اهو اللحمه بسم الله ما شاء الله داخله على سوا. انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللحمه داخله على سوا، والاوصال كذلك. ده الخروف الثاني ما شاء الله تبارك الله.
وادي الخروف، وادي الخروف التالت اهو، ما شاء الله تبارك الله. النار عالية ما شاء الله. مش قادر اقرب الكاميرا عشان خاطر النار.